بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ وبتوفيقه ننتهي. معكم أحمد الشافعي تريدر بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية. قبل بس ما أحلل في حاجة حابب أنوه الناس عنها عشان الموضوع ده حصل بس الأسبوع اللي فات. في ناس بتتابعني على اليوتيوب، فبناء على التحليل أو كده ففي ناس بتروح تعمل تعاقد مع شركة تايكون وبعد ما بتعمل التعاقد يقول لهم اصل احنا بقى عايزين نبقى مع احمد الشافعي. لا يا جماعه، قبل ما حد يروح الشركه بينسق معايا انا الاول، يعني يكلمني انا الاول وبنتفق الاول، وبعد كده بناء عليه انا بقول للشركه يا جماعه فلان الفلاني ده جاي لي انا، عشان خاطر لو حضرتك مثلا رحت الشركه وعملت تعاقد معاها وبعدها قلت عايز ابقى مع احمد شافعي، الموضوع بيبقى فيه صعوبه شويه. انما لو قبل ما تروح الشركه بيبقى خلاص إن الجماعة العميل الفلاني ده خلاص هو تبع أنا، تبع أحمد الشافعي، فهو جاي عشان أنا أبقى مدير حساب. مجرد ما خلاص ما بيتعاقد ببقى أنا اللي معاه في كل حاجة. تمام، عشان الموضوع بس حصل إيه الأسبوع اللي فات مع كام عميل كده، بعد ما راحوا قالوا عايزين نبقى مع أحمد الشافعي، فالموضوع بيبقى إيه فيه صعوبة إن أنت بقى خلاص بتبقى يعني تبع الشركة، فإنك تتنقل من الشركة ليا الموضوع بيبقى فيه يعني شوية صعوبة. طيب، اول حاجه ننوه عنها الناس ان انا بنزل الفيديو، وتحت الفيديو كده هتلاقي قائمه كبيره قوي بالاسهم، احنا هنحلل حوالي 6 7 اسهم. جنب كل سهم الوقت بالدقيقه والثانيه، عشان لو حضرتك مهتم بسهم معين تخش تسمعه على طول، مش لازم تسمع الاسهم كلها. تمام، عشان لو في سهم واحد ولا اتنين مهتم بيهم تشوف الارقام بتاعتهم، وطبعا القرار ليك في الاخر. واحنا دايما ماشيين ورا السوق، يعني السوق دلوقتي وحش احنا بنقول السوق وحش، السوق دلوقتي حلو بقى حلو خلاص احنا بنقول يا جماعه السوق كان وحش وبقى حلو بناء على واحد اتنين تلاته، فبنمشي وراه على طول. تمام كده، تمام. طيب، نبدا بالاسهم. اول سهم معانا سهم بيلتون. سهم بيلتون هنطول فيه شويه عشان هو محض او محور اهتمام لناس كتير من ضمنهم طبعا انا، فهنشوف الارقام بتاعته ايه. خلينا نفكر الناس باخر مره حللنا فيها السهم، احنا قلنا ان اتجاه السهم اتجاه هابط والاتجاه الهابط تعريفه ان احنا عندنا قيعان وقمم اقل من بعضها، انما اتجاه الصاعد هو قمم وقيعان اعلى من بعضها. انا عندي هنا قمه اهي اقل من قمه اقل من قمه اقل من قمه، وقاع اقل من قاع اقل من قاع. خلاص انا كده ايه اتجاه هابط واضح. طيب، الاتجاه الهابط اخر مره اتفقنا ان احنا بنخش السهم وبنشتغل عليه تريدات، مش بنحتفظ بالسهم. نشتغل في السهم تريد مش بنحتفظ، وبناء عليه ما تحتفظش بسهم داون ترند، لان فجأة البياع ممكن يظهر وينزل النزلة بتاعته اللي هو طلعها في جلستين ينزلها في جلسة واحدة. متفقين على هذا الكلام؟ طيب، تعال نشوف اخر مرة اتكلمنا عن السهم ده قلنا ايه. انا عن نفسي لما حللنا السهم قلنا ان كان في تريد شراء عند 3 جنيه و6 قروش، 3 جنيه و10 قروش، دول كانوا مناطق شراء، ومنطقتين البيع بتاعتهم 3 جنيه 22 و3 جنيه 32. وكان في دخول جديد، قلنا حتى الورقه لو اخترقت الرقم الفلاني المفروض يبقى لها تارجت 3 جنيه 95 قرش، واللي مش هيخش بناء على هذا الاختراق يبقى محتاج اعاده تاهيل. الكلام ده قلته بالظبط في الفيديو اللي فات. اختراق ال 3.38 بيبقى معايا تارجت لحد 3 جنيه 95 قرش و3 جنيه 90 قرش. طيب، بعد اختراق 3.38 كان في تريد شراء جديده بناء على اللي احنا بعناه قبل كده، بنخش ناخد تاني نص الكميه اللي احنا بعناها في التريدات القديمه وبنخش تاني. انا بعد اختراق ال 3.38 ظهرت شمعة بيع هنا اهو، وبناء عليه بعنا 3.52 و3.62. دي كانت التريدات الاخيره بالنسبه لي، يعني ما دخلتش الورقه تاني خالص، رغم ان كان معايا تارجت لحد 3.90. ليه؟ انا شمعة البيع لما بتظهر بحجم تداول عالي خلاص البياع في الحته دي بيبقى ظهر، فانا مش هغامر في ورقه داون ترند. انما لو كانت الورقه اب ترند لا، انا هخفف لحد ما يتم تاكيد شمعه البيع. تاكيد شمعه البيع اللي هي ايه؟ السهم بينزل يقفل تحت اللو بتاع شمعه البيع، كده انت خلاص تاكيد شمعه بيع. زي الشمعه اللي هنا دي، انا عندي هنا شمعه بيع اهي، الشمعه اللي بعدها نزل كسر اللو اغلق تحتها، ده تاكيد للبيع. خلاص كده انت كده تاكيد لشمعه البيع. انما انا كان داون ترند انا ما بستناش تاكيد لشمعه البيع. تمام تمام كده زي الفل. السهم طلع لحد 4 جنيه و4 قروش، كده جاب التارجت اللي هو 93 لحد 3.95. ما قدرش يعدي الترند لاين بتاعي ولا حتى يجيبه، الترند لاين الهابط ده ما قدرش حتى يلمسه، هو دوبك قرب منه. المفروض الترند لاين كان عند منطقه ال 4 جنيه و4 قروش، 4 جنيه و10 قروش. طيب،
السهم بناء على الطلعه اللي عملها من قاع 2 جنيه 38 لحد 4 جنيه و4 قروش، بنجيب نسب تصحيح فيبوناتشي كده ونحطها على اعلى سعر ونشوف ممكن السهم يبدا يصحح من انهي منطقه. انا هحلل السهم هنا وبعد كده نبص على المؤشرات. انا عندي اول منطقه اهي، منطقه 3 جنيه 45، المنطقه اللي بعدها 3 جنيه 24، واخر نقطه هي 3 جنيه و4 قروش. دول 3 مناطق التصحيح بالنسبة للسهم. كل ما السهم لف من المنطقة الأولى كل ما كان دي حالة إيجابية أكتر. أنا هطول في السهم ده عشان هو مهم جدا لناس كتير. طيب، واحد يجي يقول لي على فكرة احنا الشمعة الأخيرة دي شمعة شراء، احنا في شمعة الشراء أو شمعة إيجابية بتظهر في داون ترند ما بتبقاش يعني ما بتتفعلش بنسبة 60-70%. الشمعة دي تظهر وتبقى احنا ممكن ناخد بناء عليها ونخش ناخد بقى الكمية بتاعتنا كتريدة لو احنا في سوق اتجاه صاعد او في سهم اتجاه صاعد. السهم ده مش اتجاه صاعد، فبناء عليه بنحتاج تأكيد شراء. طب لو واحد ريسك عالي، الريسك عالي بيخش بناء على الشمعة دي وبيشتري، وفي حالة إغلاق السهم تحت اللي بيخرج اللي هو كام؟ 3 جنيه 58 قرش. لو السهم قفل تحتها كده أنت بتخرج، لأن الشمعة أنت داخل بناء على الشمعة والشمعة معاك ما اتفعلتش، فبتخرج بناء عليها. خلاص الشمعة دي ما اشتغلتش معايا وكسرت اللو بتاعها فبخرج. محتاج تأكيد بقى من واحد مثلا اخش بتأكيد. انا مش بستحمل ريسك عالي، بستنى اختراق الهاي. يعني بص الشمعة الواحدة دي لو فتحنا تايم فريم 5 دقايق هنا اهو هنلاقي ان الشمعة دي بص ماشي في منطقة عرضية. المفروض منطقة عرضية بعد داون ترند، انا داون ترند على الانترا داي، معناه ان هو هيكمل الاتجاه بتاعه ده حسب الاصل، الا في حالة اختراق القمة بتاعتي اللي هي 3.73. في حالة اختراق 3.73 بيبقى اشارة تريدة دخول جديد للسهم، تريدة جديدة في السهم، وكده بيبقى معاك تارجت لحد مثلا 3.81 قرش وبعدها 3 جنيه و90 قرش. انما في حاله كسر 3.59 لو انت دخلت بناء على الشمعه الاخيره ان هي ايجابيه، كده انت بتخرج من السهم، لان كده السهم هيكمل الترند بتاعه. تمام كده، ده السهم بناء على الارقام، بناء على الاسعار، حركه الاسعار هنا. يبقى انا عندي 3 مناطق تصحيح، المناطق دي اتابع السهم عندها، وفي حاله اختراق 3.73 بخش جديد. لو دخلت بناء على الشمعه الاخيره في حاله اغلاق السهم تحت 3.59 حضرتك كده بتخرج. طيب، الحاجه اللي بعدها، انا عندي مؤشر المومنتم فوق، عندي منطقه تشبع شرائي فوق ومنطقه تشبع بيعي تحت. السهم عند منطقه التشبع الشرائي فوق هنا اهو، كل ما السهم ما بيطلع لمنطقه التشبع الشرائي الحته دي بتلاقي فيه عمليه بيع هنا اهو، بيبقى وصل للقمه بتاعته وبدا ينزل تاني. هنا الشمعه التانيه ظهرت وصل لمنطقه القمه بتاعته وبينزل تاني. نفس الوضع تحت، يعني لو تحت هنا بتلاقي السهم وصل للقاع بتاعه وبدا يطلع تاني. نفس الوضع هنا تلاقي السهم وصل للقاع بتاعه وبدأ يطلع تاني. المؤشرات اللي فوق دي بتبقى محتاجة تأكيد معاك تحت في حركة الأسعار. طب أنا دلوقتي المؤشر المومنتم عند منطقة التشبع الشرائي أصلا، ده معناه إن لحد دلوقتي مفيش تأكيد شراء بناء على مؤشر مومنتم فوق. فأنا محتاج اختراق ل 3.73 عشان أقدر أدخل. ده وجهة نظري أنا، فاللي هيخش بناء على الشمعة الأخيرة إحنا قلنا له هيعمل إيه. طب الثلاث مستويات اللي أنت يا عم أحمد عملتهم لي تحت دول هستفاد بيهم إيه؟ انا شمعة البيع، ركز بقى معايا، شمعة البيع لما ظهرت لي هنا بناء عليها انا خرجت، جات لي بعدها 3 شموع صعود، ودي بتبقى سايكولوجية الميكر، 1 2 3. فاعتقد نفس الوضع هيتم. انا عندي شمعة شراء هنا، ممكن يبقى انا عندي 3 شموع نزول، 1 2 3. ففي الشمعة الثالثة في حالة كسر ال 3.59 بناء عليه اقدر اشتري لو كان السهم عند اي مستوى من المستويات دي، سواء بقى المستوى الاولاني 3.45 او 3.24 او عندي 3 جنيه و4 قروش. فده مهم جدا بالنسبه لسهم بيلتون. انا عارف ان انا طولت شويه بس السهم مهم. طيب، امتى ان انا اقلب الترند؟ عمال تقول لي السهم داون ترند وبيطلع، هو الطلوع الصعود بالنسبه للسهم هو مجرد تصحيح للموجه اللي عملها. امتى السهم يقلب ترند؟ في حاله اختراق قمه. انا عندي قمه على الديلي اهي اللي هي 3 جنيه و4 قروش. في حاله اختراق القمه دي بنغير بقى سيكولوجيه الشغل خالص، اللي هو ايه، بتخفف عن مقاومات، ما بتخرجش الكميه بتاعتك كلها الا بعد كسر قاع. خلاص كده ليه؟ لان السهم قلب ترند، بقى عندي ترند جديد في السهم.
تمام كده زي الفل. ده سهم بيلتون بالتفصيل. انت لو جيت حتى تفتح السهم على الاسبوع، بس الكلام ده يعني مش مهم، اهم حاجه الديلي، انت هتلاقي الشمعه الاخيره اصلا شمعه بيع. بص شوتنج ستار شمعه بيع. تمام كده. طيب نشوف السهم اللي بعده. السهم اللي بعده معانا هو سهم عتاقه. طيب تعالى بص يا سيدي لسهم عتاقه. خلينا نمسح الحاجات دي كلها عشان نركز في السهم. هنا السهم ماشي في اتجاه هابط اهو، قيمه موقعان اقل من بعضها، قيمه موقعان اقل من بعضها. جه في الحته دي طلع طلعه كبيره. الطلعه الكبيره دي تبقى ايجابيه ان المشتري بدأ يظهر، لكن رغم الطلعه دي ان السهم برضو ما زال اتجاه هابط. طيب اللي انا ما كنتش هحلل السهم ده، بس هحلله عشان اقدر اربط لك ما بينه وما بين سهم بيلتون. بدأ السهم ينزل تاني، عمل قاع، هنا قاع اعلى من قاع وعند القمه هنا. طلع تاني السهم اخترق القمة بتاعتي، تحول من اتجاه هابط إلى اتجاه صاعد بعد اختراق منطقة ال 164 قرش. خلاص بقيت إيه؟ بقيت اتجاه صاعد لأن أنا اخترقت القمة دي، وبناء عليها تحولت من سهم اتجاه هابط إلى سهم اتجاه صاعد. بعمل إيه؟ خلاص بخش تدخل جديد هنا. انا على فكره ما خدتش بالي من السهم ده بعد في الاختراق، يعني ما كنتش متابعه. هو في تريد عملناها شراء عند جنيه 78، مش عارف احنا خدناها ولا لا، يعني كنت باعت التريد يوم الاربعاء، بس ما مش فاكر احنا خدناها ولا لا، لان هو نزل لها يوم الخميس. طيب السهم بناء على هذا الاختراق بيبقى دخول جديد، لان انت ترند بتغير بقى سيكولوجيه الشغل بتاعك، اللي هو بتخفف على المقاومات بتاعتك وما بتخرجش بالكميه بتاعتك كلها، لان انا بقيت اتجاه صاعد وبخرج في حاله كسر قاع. بعد كسر قاع خلاص بروح خارج من السهم، يا اما بخش في سيكولوجيه ان انا ايه ابدا اخفف على 3 مرات في 3 مستويات مقاومه، وبخفف ببيع الكميه بتاعتي كلها. انا عندي مستوى مقاومه هنا اهو 167 قرش، مستوى المقاومه اللي بعده منطقه الجنيه 85، مستوى المقاومه الاعلى اللي هو تالت حاجه جنيه 94. انا مني واحد لو هشتغل في السهم هشتغل على ال3 مستويات، ان انا اخفف تلت وتلت وتلت. لو ما قدرتش اجيب الجنيه 94 والسهم كسر قاع، بروح خارج بالكميه الباقيه بتاعتي كده، خلاص السهم بيبقى انتهى. يبقى دول المستويات اللي هيجي بعد كده بالنسبه للسهم كمناطق بيع، جنيه 85 وبعد كده جنيه 94 قرش. ده سهم عتاقه. سهم سبيد ميديكال. تعالى نفكر الناس باخر مره اتكلمنا فيها عن السهم. اتكلمنا على التايم فريم الاسبوعي، وقلنا ان السهم عندنا منطقه مهمه جدا من 39.2، كان السهم شغال ساعتها ب 39 قرش، من 39.2 لحد 36.3، لان 36.3 دي المفروض ان هو التارجت بتاع السهم اللي هو الدبل توب على التايم فريم اليومي. وقلنا ان كان عندنا حاله ايجابيه جدا ان السهم يقفل فوق ال 38، وجينا حللنا تاني السهم وقلنا يا جماعه لو السهم قفل فوق 40 قرش عند منطقه ال 40 قرش يبقى دخول جديد ليك، لان ساعتها يبقى السهم نزل عمل اختبار على القمه اللي هو اخترقها هنا، وكون ان السهم ما يقفلش تحت الاغلاق بسعر اغلاق تحت القمه بتاعته، يبقى دي تبقى حاجه ايجابيه جدا بالنسبه للسهم. لان بعد اختراق قمه لو السهم قفل كسعر اغلاق تحت القمه اللي هو اخترقها، دي معناها ان الترند في السهم مش قوي. تمام، ده حللناه المره اللي فاتت. طيب السهم على الفريم الاسبوعي في حالة اختراق ال 54 قرش انت يبقى عندك ميجر اب ترند، هيبقى الترند بتاعك قوي جدا بعد اختراق النقطة دي، ويبقى تقدر تخش جديد تاني في السهم ويبقى معاك تارجت كويس. ده في حالة اختراق 54، يعني احنا طالما ما اخترقناش 54 الكلام اللي انا بقوله ده ملوش لازمة. بعد اختراق النقطة دي هيبقى معانا طلعة كويسة، هيبقى معانا تارجت لحد منطقة 88 قرش في حالة اختراق 54 قرش على الفريم الأسبوعي. تمام؟ تمام. طيب نخش على الفريم اليومي. بالمناسبة في الفريم الأسبوعي المفروض بعد تكوين قاع بننزل تاني بنختبر القاع ده نشوف مدى قوته. يعني ممكن السهم ينزل تاني من أول جنيه، من أول 41.6 لحد 38.6. المنطقة دي كلها منطقة القاع بتاعتي إن السهم ممكن ينزل تاني يختبر مدى قوته. تمام، ده على الفريم الاسبوعي، ودي منطقه الشراء بتاعتي اصلا. على الفريم اليومي، انا على الفريم اليومي ترند لاين ده، بس ما كنتش نزلت تحليل للسهم. الترند لاين الهابط ده لما قلنا يا جماعه على الجروب بتاع الواتس ان انا اخترقت ترند لاين صاعد، والمفروض دي حاله ايجابيه، كان السهم شغال ساعتها ب 40 قرش واشتغل لحد 39.8. دي كانت نقطه شراء لان انا على الترند لاين الهابط ده
اللي فوق اخترقت، والمفروض المؤشر بيسبق الاتجاه السعري بالنسبه للاسهم. عندي منطقتين بيع المفروض ان احنا بعنا عليهم. اول منطقه ليا كانت 44 قرش، كان السهم صفر ساعتها 44 واحد، وتاني منطقه ليا 47. خلينا نفتح كده الانترا دي على 47 ليه بعنا عليها على فريم 45 دقيقه. طيب المفروض ان انا قلت ان يا جماعه هنبيع على 49 ونص، دي كانت منطقه مقاومه بالنسبه لي. لما فتحت الانترا دي لقينا ان في كومون جاب هنا اهي اللي هي 48 8، والسهم بالفعل كان جابها. انا عن نفسي ما كنتش واخد بالي منها، انا بقول انا ما كنتش واخد بالي ان هي اعلى سعر لمنطقه الكومون جاب هي 48 8. كون ان السهم يطلع لها ويلمسها انا كده خلاص المفروض قفلت الجابه بتاعتي، فالمفروض هبدا انزل تاني. فنزلنا السعر من 49 ونص لحد 47 قرش نبيع الكميه بتاعتنا، نخفف تاني لان السهم على الاسبوعي اتجاهه صاعد، فبنخفف الكميه بتاعتنا. نزلنا من 49 ونص لحد 47 قرش، خففنا لان طالما السهم جاب منطقه المقاومه بتاعته خلاص كده السهم عمل اللي عليه. طيب منطقه الشراء بتاعتي تاني انا عايز ارجع اشتري بقى. اللي انا هعمله انا مثلا بعت 100,000 على 47، هشتري ال 100,000 دي على مرتين. اول مره عند بدايه الجاب اللي هنا اللي هي 45 6 لحد اخر الجاب اللي هي 44 1، هاخد هنا كده 50,000 سهم. 50,000 في الأول و50,000 في الآخر، يعني 50,000 على 45 6 و50,000 على 44 1. واللي بعته في حالة نزول السهم بقى، أنا برجع أشتري السهم تاني وهو نازل لأن أنا المفروض السهم مؤشراته كويسة. المفروض إن أنا مثلا بعت 100,000 تاني على 44 1، هرجع أشتريه تاني على الفريم الأسبوعي اللي إحنا حللناه هناك وقلنا من 41 6 لحد 38 8. دي منطقة الشراء بتاعتي التانية اللي أقدر آخد تاني فيها الكمية اللي أنا بعتها على 44 1. يبقى أنا كده شغال مع سهم رايح جاي، ما ببيعش الكمية كلها لأن أنا على الفريم الأسبوعي كويس. ده سهم سبيد ميديكال. يبقى دي مناطق الشراء بتاعتي، والمقاومات بتاعتي المقاومة اللي السهم يطلع يجرب عليها تاني هي منطقة 48 ونص، والمقاومة اللي بعدها هي منطقة ال 51 قرش، وأهم مقاومة بالنسبة لي 54 لحد في حالة اختراقها. يبقى أنا كده معايا تارجت لحد 88 قرش. ده سهم سبيد ميديكال. طيب سهم ليفت سليب، آخر مرة اتكلمنا عن السهم إن إحنا كان عندنا منطقة شراء 25 قرش. 25 قرش دي إحنا بعناها 26.2 نتريد في السهم في الحتة دي. طيب 26.2 احنا بقى السهم طلع اصلا لحد 26.6 ولا 26.7، فبحاول ان انا اشتغل مع السهم رايح جاي لان انا منتظر اختراق 27.2 عشان لو ما اخترقهاش يبقى انا عملت تريدات في السهم وخرجت من السهم على الاقل يعني بخساره قليله او من غير خساره او بربح قليل. طيب السهم بناء على الحركه الاخيره اللي هو بيعملها دي بيعمل ايه؟ انا المفروض لحد دلوقتي ما قلبتش ميجر ترند. اقلب الترند بتاعي في حاله اختراق 27.2 او ان سامي ينفذ 27.6. ينفذ 27.6 او 27 ونص انا بخش جديد. اخترق 27.2 يعني اغلق فوقها بخش جديد. انا لحد دلوقتي ما اخترقتش لكن عندي اشارات ايجابيه ان انا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. عندي قاعان اعلى من بعضها، عندي قاع هنا اهو، هنا قاع اعلى وهنا قاع اعلى. عندي ستوب لوس قرب. اما اخر مره قلنا الستوب لوس 22 في حاله الاغلاق، لا الستوب لوس هيبقى هنا بقى في حاله كسر القاع اللي هنا ده اللي هو تحت 24 4. بدات اشارات سلبيه تظهر على السهم. ايه هي؟ ان انا عندي هنا قمه اقل من قمه على الار اس اي، عشان كده بنشتغل تريد في الورقه عشان لو خرجنا من السهم ما يبقاش خارجين بخساره. عندي قمه اقل من قمه وعندي فوق هنا قمه اعلى من قمه كسر اغلاق هنا اهو، يبقى دي اشاره سلبيه. لحد دلوقتي السهم ما اكدش السلبيه دي لكن بيديك تحذير. في حاله كسر 24 ونص كده انا بخرج من السهم خلاص، بعمل ستوب لوس في الورقه لان كده الورقه شكلها ايه هتطول معايا، وبعد كده برجع اشتري تاني من اول 23 لحد 22 قرش. ده في حاله كسر 24 ونص. طول ما انا فوق الرقم ده انا شغال معايا 25 قرش لحد 24 ونص، دي منطقه شراء. والتريده بتاعتي ببيعها على 26 26.2، دي التريده بتاعت السهم اللي بنشتغل فيها. اخترقنا 27 ونص اخش جديد بالنسبه لي لان انا هيبقى معايا تارجت لحد 34 منطقه ال 34 و36 قرش. ده ليفت سلاب مفيش فيه حاجه تاني. تمام، دي الاشارات السلبيه اللي موجوده تحت وبناء عليها هنعمل ايه فوق، وفي حاله الاختراق هنعمل ايه، وفي حاله نزول السهم لمنطقه 24 ونص 25 قرش هنعمل ايه. مصر الجديده
تعالى نتكلم كده في مصر الجديدة برضو عملنا فيها ايه. عندنا مصر الجديدة كان عندنا تريدة شراء عند 11 جنيه و15 قرش. دي تريدة الشراء اللي احنا فتحناها، قلنا ناخد نص الكمية 11 جنيه و15 قرش، وخدنا الحتة دي، والنص الباقي 11 جنيه. النص الباقي ما جاش عند 11 جنيه، خدنا 11 و15 قرش. دخلنا ليه في الحتة دي؟ لأن أنا عندي نموذج مثلث متماثل تم تكوينه وتم الاختراق، وبناء على هذا الاختراق دخلنا بعنا على 11 35 نص الكمية بتاعتنا، والباقي أنا عن نفسي قفلته 11 جنيه 95 قرش. قفلت التريدة في الحتة دي 11 95 و12 جنيه. ليه؟ أنا بكلمك أنا بعمل إيه والمفروض إيه اللي بيحصل. أنت عندك سيناريوهين، إما بتبيع المقاومات بتاعتك أو إن أنت بتخرج بكسر قاع. تعالى نفتح الانترا دي. أنا عن نفسي بعت 11 95 لأن كانت دي منطقة المقاومة بتاعتي اللي هنا، اعلى نقطه هنا، فخلاص قفلت التريده، يبقى كده زي الفل. من 11 جنيه 11 جنيه 15 يبقى كده تمام زي الفل. طيب بنفتح الانترا داي بتاعي، كان 15 دقيقه تقريبا. لما السهم كون لي، على فكره السهم طلع معايا من لحد 12 جنيه و40 قرش، وما كنتش بعت لسه 11 97. لما السهم طلع في الحته دي كده واخترق القمه اللي هنا اهي، اللي هي 12 جنيه 12، ونزل تاني، كون ان هو يقدر ينزل تاني للقاع اللي هو طلع منه ويكسر القمة اللي اخترقها، دي بتبقى بالنسبة لي انا اشارة سلبية. فبناء عليه بيبقى قدامي حاجة من الاتنين بخرج عليها. ايه هي؟ ان انا اخرج بقى على منطقة ال 12 جنيه بتاعتي، او ان انا اخرج بكسر قاع. ادي القاع، ده القاع بتاعي اللي هو 11 جنيه 68. اما ان انا بخرج بقى على المقاومه بتاعتي وبخفف بقفل التريده بتاعتي كلها، او ان انا بستنى ان السهم ياكد لي ويكسر القاع بتاعي ان هو كده خلاص جاب اخره، ويغير الطريق بتاعه من صاعد او ان هو بيطلع في ان هو بينزل. امتى؟ لو كان كسر القاع ده، هو ما كسرش القاع، فانت بيبقى قدامك حاجه من الاثنين: تخرج بكسر قاع والسهم لحد دلوقتي ما كسروش، او تخرج مع اول اشاره سلبيه تظهر لك او اشاره بيع، ودي انا ظهرت لي، فانا اخترت الطريق التاني ان انا اخرج مع اشاره البيع اللي ظهرت. فاللي معاه السهم لحد دلوقتي السهم لسه ما كسرش قاع. ده قاع هنا اهو، وادي القاع اللي بعده، وممكن ده لسه ما اتكونش كقاع اللي هي منطقة ال 12 جنيه و6 قروش، لكن القمم بدأت تبقى قريبة من بعضها. كون إن القمم تبقى قريبة من بعضها ده معناه إن المشتري ما بقاش يجيب أسعار جديدة، ما بقاش قادر يجيب هايات جديدة، بس لحد دلوقتي ما أكدش إن هو هينزل. فأنت قدامك حاجة من الاتنين: إما أي طلعة بالنسبة للسهم 12 جنيه 10 12 جنيه 15 تقفل التريدة بتاعتك، أو إن أنت بتستنى إن السهم يكسر القاع بتاعه، والقاع بتاعه لحد دلوقتي هو 11 جنيه 68. هنا لسه ما أكدليش إن هو عمل قاع، لازم القاع يتعمل عشان أول ما السهم يلف من الحتة دي. لو لف منها يبقى أنت في حالة كسر 12 جنيه بتخرج. أظن الموضوع واضح. تخرج إزاي من السهم؟ لحد دلوقتي ما كونش القاع بتاعي، هو ما كسروش، آسف. طيب انا بناء على هذا النموذج معايا تارجت لحد كام؟ نفترض ان انت مثلا مشيت مع السهم وعايز تخرج بسهم لما السهم يكسر القاع بتاعي، والسهم فضل يطلع. حاجه بقى من الاثنين، بص ماشيين بكذا سيناريو ازاي: اما ان هو يطلع للتارجت بتاعه، والتارجت بتاعه هو 12 جنيه و90 قرش، او ان هو يكسر قاع. في حاله في اي حاجه من الاثنين دول تحصل، تروح خارج من السهم خلاص كده. اما ان هو يوصل للتارجت بتاعه، او ان هو يكسر القاع. التارجت بتاعه 12.90 وكسر القاع بتاعه 11.68، الا اذا ان هو لف من 12 جنيه 6 دي طلع لحد مثلا 12.20 في بدايه جلسه يوم الاحد، ونزل كسر ال 12 جنيه، كده كسر قاع بالنسبه لك على الانترا دي. ده كده سهم مصر الجديده. سهم شيني بقى، بص الرسمه اللي هنا دي انا مش هشيلها عشان خاطر ايه، دي اللي بناء عليها هشرح. هنشرح على الفريم اليومي الاول وبعد كده على الفريم الاسبوعي. على الفريم اليومي عندي ترند لاين مهم جدا. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، وادي ستة. دي هتحسبها ليه؟ لان انا عندي فوليوم كبير قوي اخترق بيه الترند لاين ده، فبناء عليه الترند لاين ده مهم قوي، لانه بص 6 مرات بيشتغل عليه، 6 مرات، فهو بناء عليه قوي. فالمفروض في حالة نزول السهم للترند لاين ده بشتري حواليه. يعني مثلا
عندي منطقة شراء من أول 4.62 لحد 4 جنيه و70 قرش، دي كلها بناء على الترند لاين ده شراء. طيب أشتري الكمية بتاعتي كلها؟ لأ، دي أول منطقة ممكن نحسبها دي إن أول منطقة شراء ليك 4 جنيه 70. منطقة الشراء التانية القمة اللي هنا تم اختراقها بحجم تداول عالي، الفوليوم عندي شمعة هنا حلوة اهي بحجم تداول كويس، القمة دي يبقى دي تاني منطقة شراء 4 جنيه 53. دي تاني منطقة شراء. منطقة الشراء الأخيرة هي قرب الستوب لاس بتاعك اللي هي 4 جنيه، أنا هعتمدها مش 4 جنيه 45 يا جماعة، خليها 4 جنيه و30 قرش، لأن ده الستوب لاس بتاعك في حالة كسر 4 جنيه 30 كده خلاص بتخرج من السهم. خلاص نزول السهم وهو نازل أحجام التداول بص بتقل إزاي، ده معناه إن البياع مش قوي واللي بيشتري ما بيبيعش، فدي حاجة كويسة. يبقى أنا على الفريم اليومي عندي 3 مستويات شراء 4.70 و4.53، وان شاء الله ما يكسرش 4.53، لان لو كسرت 4.53 وقفل تحتها يبقى احنا كده بنطبق ايه انه كلام بالظبط ان احنا كسرنا القمه اللي احنا اخترقناها، فدي معناها ان الترند في السهم ضعيف، مش هيطلع جامد يعني. وده انا يعني عندي اضرب ستوب لوس، يعني انا لو السهم قفل كسر يا تحت 4.52 اي طلعه بالنسبه للسهم كده ايه اخفف عليها، يعني لو انا هاخد 50,000 سهم مثلا لا انا هخليهم 30 بس، ده بناء على لو في حالة ان هو اغلق تحت الرقم ده. طب واخر منطقة شراء 34 عشان الستوب لوس بتاعي تحت 34 قرش، ده على الفريم اليومي. بجانب ان انا عايزك تاخد بالك من حاجة ان احنا قريبين من منطقة تشبع الشراء، فناخد بالنا. بس عندي الفريم الاسبوعي، فريم الاسبوع السهم ماشي ما بين 4 جنيه لمنطقة ال5 جنيه، وعندي شوتنج ستار في الاسبوع اللي فات ده اهي شمعة بيع هنا اهي، ففي حالة إغلاق أو إن السهم يطلع فوق الشوتنج ستار دي بتبقى حاجة إيجابية إن إحنا خلاص بنخش جديد. طول ما السهم تحتها كده السهم فيه إشارة سلبية إن أنت كده في منطقة بيع اللي هي كام؟ 5 جنيه و4 قروش. يبقى أنا عندي مستويات شراء هناك ومستويات شراء هنا. مستويات الشراء اللي هنا لو السهم عدى 5 جنيه و4 قروش بروح داخل خلاص، يبقى كده المشتري تغلب على البياع لأن البياع موجود هنا. لو المشتري عدى ال5 و4 قروش يبقى أنا كده إيه؟ المشتري تغلب على البياع. في حالة نزول السهم أنا عندي مستويات شراء هناك 4.70 و4.53 و4 جنيه و30 قرش، ده سهم شيني. سهم يونيفرسال احنا مش هتكلم كتير، سهم فيه نموذج مثلث طبعا بنعتد بهذا المثلث في حالة اختراقه لفوق أو كسره لتحت. كسره لتحت هيبقى عند منطقة ال40 قرش، ممكن نخليها عند منطقة القاع عشان يبقى اعتمادنا وما يبقاش فيه فولس بريك اللي هي 38.7. كسر 38.7 كده انت رسمي بره السهم خروج، بس ان شاء الله يعني ما تكسرهاش، انت عند البوتوم اصلا، بس كسرها بحجم تداول عالي كده خلاص السهم خروج. حالة اختراق ال51 قرش بيبقى إشارة دخول اللي معاك، هيبقى معاك تارجت لحد 68 قرش، يعني أنا كده السهم يبقى قلب ترند، يعني أنا عندي قاعين أعلى من بعضها وقمم أقل من بعضها، ففي حالة اختراق أي قمة فوق اللي هي أول قمة ال51 يبقى أنا كده المشتري في الحتة دي كان بيشتري كان بيجمع. في حالة الكسر يبقى هنا الراجل كان بيصرف الكمية بتاعته، أنا ما بشوفش فيه تصريف يعني في النزول، يعني مش مستبعدها خالص. طب منطقة الشراء بتاعتي إيه؟ قبل ما تبص لمناطق الشراء تشوف الستوب لوس بتاعك. الستوب لوس الاساسي المفروض تحت 38 قرش، تحت 38 قرش لو تستحملها خلاص بنخش نشوف مناطق الشراء بتاعتك. منطقه الشراء اول حاجه 46.4، منطقه الشراء الثانيه هتبقى منطقه ال 44 قرش، ومنطقه الشراء الاخيره قرب ال 40 قرش عشان الستوب لوس بتاعك، يعني 40 قرش دي منطقه شراء. يبقى انا عندي 3 مستويات، عند منطقه ال 40 وعند 44 ونص، من 44 ل 44 ونص، وعند منطقة ال46 قرش اهي القمة اللي اخترقها هنا دي 46 قرش احنا بنشتري عليها عشان القمة اللي اخترقها هنا بحجم التداول العالي ده. فانا دول 3 مستويات شراء والستوب لوس بتاعي تحت 38.6. لو انا ما خدتش اي مستوى تحت، يعني ما خدتش مثلا عند 44 ونص او ما خدتش عند مثلا 40 قرش وخدت 46 بس والسهم طلع، باخد الكمية الباقية بتاعتي بعد اختراق ال51 قرش، لان انا كده بناء عليه الرؤية بقت تمت وبقت مظبوطة واخترق النموذج المثلث ده، وباخد الحتة دي كده كلها التارجت بتاعي. بس طالما انا عندي مستوى مقاومة مهم هنا اللي هو 67 لحد 68 بعتمد بناء عليها وبشتغل عليها. ده يونيفرسال.
سهم الجيزة، اتكلمنا على آخر مرة على سهم الجيزة. عندنا منطقتين شراء أو منطقة شراء كبيرة من أول 30/6 لحد 29.5، وقلنا في حالة نزول السهم مهم جدا بالنسبة لي إن هو ما يقفلش كسعر إغلاق تحت 30.5، اللي هو نقطة الاختراق القمة اللي هنا. السهم نزل قفل كسعر إغلاق 30/4، يعني قرب 30/6، ما كانش قافل تحت قوي، فدي حالة إيجابية، حاجة كويسة. ونزل كأقل سعر 29/7، فالمفروض إن هو نزل جوه منطقة الشراء بتاعتي اللي هي من أول 30/6 لحد 29.5. المفروض إن أنا خدت إيه الكمية بتاعتي. طيب السهم هنا في شوية حاجات كده متداخلة مع بعضها. أولا أنا عندي قمة أعلى من قمة، وقاع أعلى من، عندي قاع هنا أعلى من قاع، وقمة أعلى من قمة. عندي اختراق القمة دي، يبقى أنا كده تحولت إلى اتجاه صاعد على الفريم اليومي، خلاص بقيت اتجاه صاعد هنا. طيب بناء على هذا الاتجاه المفروض إن أنا بطبق أنهي طريقة بقى؟ بخفف الكميات بتاعتي إما على 3 مستويات مقاومة، أو إن أنا ببدأ أخفف حاجات بسيطة من الكمية بتاعتي بس على مقاومات السهم. مستويات المقاومة اللي كانت قابلتنا بعد الشراء، يعني احنا بعنا 32.5 واشترينا تاني 31.5 على الانترا داي، وبعد كده الكميه دي بعناها 33 قرش اللي هو جلسه يوم الخميس. 33 قرش دي احنا بعنا عليها ممكن تقريبا نص الكميه بتاعتنا، بس ما خرجناش بباقي الكميه لان انا لحد دلوقتي ما فيش اي اشاره سلبيه بالنسبه لي الا الفوليوم. حجم الفوليوم عندي اشارات سلبيه. ليه يا عم؟ يعني يا اخي حجم التداول ده كله ومش قادر تعدي 34 قرش. يعني انت المفروض لو السهم اغلق فيه 34 قرش دي حاجه ايجابيه جدا، يعني خلاص انت كده في طلعه كويسه جدا للسهم. انما يكون حجم التداول ده كله عمال تعمله ومش قادر تعدي منطقه ال 34، يبقى كده احنا نشك في السهم ان كده في بيع في السهم، فبناء عليه بنخفف على مناطق المقاومات دي. تمام، لان السهم لو نزل تاني هينزل بقى يصحح الموجه اللي هو عملها هنا من اول 25 لحد 33، واحنا داخلين بناء على الاختراق، يعني داخلين بعد قمه، مش داخلين من بدايه موجه الصعود. فلما هيجي ينزل هيبدأ يصحح بقى، فمنطقة ال 33 دي خففنا عليها عشان لما السهم يصحح نرجع نشتري تاني، لأن أحجام التداول الكبيرة بعدم اختراق قمة دي إشارة سلبية. تمام، لكن النظرة بالنسبة للسهم نظرة إيجابية لحد دلوقتي. لو السهم نزل عادي ما فيهوش مشكلة خالص، طالما ما قفلتش كسعر إغلاق تحت القمة اللي تم اختراقها اللي هي 30.5. ده سهم الجيزة على الفريم اليومي. طب على الفريم الأسبوعي عندي بقى حاجة كويسة على الفريم الأسبوعي، خليني أشيل لك شوية الحاجات دي عشان تبان لك. أول مرة يعني بص، كل مرة هنا السهم من بداية القاع اللي هنا، ادي البطن اهو. السهم لما كان بيطلع هنا بص الفوليوم الكبير اللي هنا، بعد الفوليوم الكبير السهم بينزل تاني. هنا الفوليوم الكبير اهو، فوليوم كبير، بعد الفوليوم الكبير السهم بينزل تاني. تمام، عندي ترند لاين تم رسمه، طلعنا اخترقناه. بص احجام التداول المره دي عملت ايه؟ عندي احجام تداول عالي قوي. بص دي حاجه ممكن تبقى حاجه ايجابيه وحاجه سلبيه، عشان كده ال 33 دي لو حد معاه السهم يخفف عليها نص الكميه بتاعته لحد ما نشوف السهم هيعمل ايه، احنا ماشيين وراه. لما حجم التداول الكبير ظهر، بص حجم التداول ده كله ما ظهرش بقاله سنتين، اللي هو بتاع الاسبوع اللي فات ده ما ظهرش بقاله سنتين، يعني من اول شهر من 13 يونيو 2021 بقالنا سنتين حجم التداول ده ما ظهرش، بتاع الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله. فبناء عليه حضرتك بتخفف على 33 قرش، ما تبيعش الكميه كلها. لو ان السهم لو نزل وكسر اللو اللي هو كام، اللو بتاع الشمعه الكبيره دي اللي هي 29/7، يبقى دي اشاره سلبيه ان السهم ممكن يوصل لحد البوتوم بتاعه اللي هو 25. تمام، ده على الفريم الاسبوعي. اما لو السهم قفل الاسبوع ده فوق 34 قرش واحجام التداول بدات تتزايد، يبقى انت كده عندك، يعني كده هنحدث الارقام، هتطلع بقى للقمه اللي بعدها اللي هي 40 قرش، وعندي ترجيح لاختراقها كمان. فايه اللي هنعمله دلوقتي؟ 33 هو السهم قافل 33 واحد، 33 بنخفف نص الكميه. لو السهم نزل من اول 30 ونص لحد 29 ونص ناخد الكميه بتاعتنا تاني اللي احنا بعناها فوق، كسر 29 ونص خلاص اعمل وقف خساره في السهم. ده الكيس. كده احنا خلصنا الاسهم بتاعت النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله يعني
اسهم منتقاه ناخد بالنا بس الاسبوع اللي فات، لان في بعض الاسهم كده اللي خرجت من المارجن مش عارف ايه، والدربكه اللي حصلت بعد الخبر اللي هو نزل جلسه يوم الخميس ممكن تلاقي ضغط بيع شويه. بس الناس تاخد بالها بس ان معظم الاسهم منتقاه يعني انا عن نفسي انا بحاول انا نزلت الفيديو ده في الاسهم اللي هي انا ان شاء الله شايفها كويسه، لكن في اسهم تانية ببقى انا بضرب فيها ستوب وبرجع اشتريها تاني واضرب فيها ستوب وارجع اشتريها تاني واضرب فالستوب ممكن مثلا انا خدت مثلا العبوات 76 بعتها 76 لان انا ظهرت عندها اشاره سلبيه، انا داخل تريده خدتها 76 قرش، تاني يوم قفلتها 76 هي طلعت لحد 76 6، قفلت التريده بتاعتي في السهم لان انا داخل بناء على المفروض السهم يخترق قمه، ما قفلش فوق نقطه الشراء بتاعتي فخلاص يعني، والفوليوم عالي فبنخرج اهو. يعني مثلا العبوات اقول لك الاشاره السلبيه ظهرت ازاي، عشان كده الجيزه حاولنا ننوه عنه. يعني الفوليوم ده كله يا مؤمن، الفوليوم ده كله مش قادر تقفل فوق ال 76 قرش ليه يعني الفوليوم ده كله ومش قادر تقفل فوق ال 76 قرش، هتبقى على الانترا داي ظاهره، فدي بتبقى حاجة وحشة مش حاجة حلوة. هنا اهو 76 منطقة 76 قرش 76 ونص، كون إن هو ما يقدرش يقفل فوقها كسعر إغلاق على الفريم اليومي فدي إشارة سلبية. إنما السهم في العموم هو يعني نقدر نقول إن هو لحد دلوقتي إلى حد ما كويس لو نزل لمنطقة ال70 لحد 71 ونص، إنما كتريدة لا ما أقدرش أنا أنزل من 76 لحد 71 ونص، دي هي تريدة أنا عايز أخش السهم أطلع بواحد ونص في المية 2%، 1% زي الفل، هي تريدة يعني 20% من قيمة المحفظة بتاعتك شغال فيه خلاص تمام. نفس الوضع كان مش عارف فرقت ايه تاني نص الاعمال المدنيه، خدناها 4 16 بعتها 4 16 برضه. يعني الفوليوم ده كله يا اخي، الفوليوم اللي تحت ده كله مش قادر تقفل فوق القمه اللي هنا اللي هي 24. يعني انا اخدت 24 و4 15 بعتها 4 16 الجلسه اللي بعدها خلاص، وهو اللي هي الشمعه دي السهم طلع لحد 4 جنيه 25 لان هي تريده انا داخل بناء على المفروض المتوقع ان السهم يقفل فوق 24، ما قفلش فوق 24 خلاص، النظرة اللي أنا بداخل بناء عليها انتفت، فوجودي جوه السهم ينتفي. بالرغم من كده إن السهم كويس، يعني أنا عن نفسي داخلين السهم دي مش التريدة بقى، الناس اللي شارية مثلا على مناطق دعوم ده واخدين 3 جنيه 85 قرش و3 جنيه 90 قرش في السهم. انما كتريد انا داخل بناء على كذا، بص بقى اللي انا بقول لك انت بتحدد التايم فريم بتاعك، داخل بناء على المفروض ان السهم يقفل فوق 24، ما قفلش فوق 24 لان لو قفل فوق 24 اروح بايع عند القاع اللي اتكسر هنا اللي هو 4 جنيه 40، ما قفلش الراجل خلاص وجودي في السهم ينتفي، حتى لو طلع لان الموضوع ده لو مشيت عليه والتزمت بيه هيحميك من خسائر كتير قوي، يعني هتفوت فرصه بس ما تحققش خساره ليك خلاص، النظره اللي انت داخل بناء على الاخر انتفت. انما لو واحد مثلا شرى 3 85 و3 90 لا 4 16 دي بيخفف عليها، والسهم لحد دلوقتي بالنسبه له ما فيهوش اي مشاكل، هو خفف ومفروض الكميه اللي معاه يستنى بيها لحد ما نشوف السهم يعمل ايه، مفيش اي حاجه سلبيه غير ان هي في اشاره بيع هنا بناء عليه بيخفف الكميه بتاعته شويه بس. فده مهم ان انت تفهمه، يعني انا لحد دلوقتي عندي عملاء بحاول اوصل المعلومه دي، بحاول اخليهم يستوعبوها واحده واحده، انا داخل بناء على كذا ما حصلتش خلاص اخرج، حتى لو السهم طلع خلاص وجودي جوه السهم لا. يعني مثلا ريماس دي مثلا ما قفلتهاش، المفروض ان انا خدت 72 قرش بقى، يعني حجم التداول ده كله يا اخي، حجم التداول ده كله ومش قادر تقفل فوق 72 ونص. طب المفروض ان انا على الفريم الاسبوعي بقى ايجابي، المفروض ان السهم كده فيه اشاره بيع، يعني انا على الفريم الاسبوعي ايجابي. طب التريده اللي انا فتحتها هعمل فيها ايه؟ فاستنينا الجلسه بعدها قلنا يا جماعه الجلسه اللي بعدها هنشوف السهم يعمل ايه، يمكن يقفل فوق الرقم الفلاني، ما قفلش برضه فوق 72 ونص، فانا جلسه يوم الاحد بناء على هذا الاغلاق الاخير خلاص 72 قرش اقفل التريد على نفس الشراء اللي انت شاري عليه سواء 72 ونص او 72 قرش، خلاص اقفل التريد لحد ما نشوف السهم يعمل ايه. طب افترض ان السهم انت قفلت التريده بتاعتك وطلع وعدى 74، اخش تاني ايه المشكله؟ يعني السهم مش هيرضى يدخلني، هقول لي لا انت بعتني فمش هدخلك تاني، هخش ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص لان انت شغال ارقام. انما انت بقى لو دخلت ده انا لسه بايع وهشتري تاني السهم فرق قرش مش هتشتغل، هتخسر، هتفضل جوه السهم يطلع ينزل بيك يمرمطك، اشتغل مع السهم. ما هو البيلتون يعني بص انا بقول لك ايه ما قدرتش اعملها بس انا بعت الارقام بتاعتها، السهم اخترق 3 38 واحنا بايعين 3 32 دخلناها تاني، ايه المشكله يعني؟
لان احنا شغالين على الشارت قال 1 2 3. اقول انا 5 6 7؟ لا، امشي 1 2 3 خلاص. ما تجودش، ما تجودش من دماغك، شوف الشارت فيه ايه امشي عليه خلاص. لحد دلوقتي عشان كده في حد قال هما ليه المحللين الفنيين ما عندهمش ملايين ومليارات كانوا نفعوا نفسهم؟ لان معظم الناس معظم الناس بشر ما بيلتزموش بكل الارقام. يعني أنا لحد دلوقتي بحاول التزم بالارقام بتاعتي بنسبه، يعني انا لو حاجه بص لنفسي ملتزم قد ايه، انا ملتزم بنسبه 80% مش 100%، 80 75% ملتزم بالارقام. انما ما وصلتش لمرحله ان انا ملتزم 100% خالص. يعني انا لو ملتزم 100%، انا واخد بيلتون دي واقف عليها في الاكتتاب ب 13 قرش، ونص العملاء مدخلهم في الاكتتاب بتاع بيلتون. انا بشر صح، السهم وحش وكل حاجه، في اول يوم بعت، بايع اول يوم طلع بربح، بس بايع اول يوم. لو انا كنت فضلت مستني بقى بناء على الشارت والكلام ده كله، كنت زماني كسبان 100% في الورق. الحمد لله طالع كسبان وكل حاجه، بس حته بقى ان انت بشر وبني ادم، الموضوع بيأثر فيك شويه. انما محللين فنيين وحشين وضايعين لا، لا ما اظنش، لان دي صنعه في ايد الناس، ما بيبقاش متبهدلين زي باقي الناس. ما اعتقدش حاجه زي دي، مستبعدها نهائي بنسبه 100%، مستبعدها. يعني هقول لك بعض التريدات اللي يعني المفروض البناء في السنه دي يعني اللي عملناها. دي مش دي احسن حاجه اللي احنا عملناها يعني. واقول لك ايه اكتر حاجه خسرنا فيه. اكتر حاجه اكتر تريده السنه دي خسرت فيها كانت الشمس. مش هتلاقي حد يعني صريح معاك قوي كده. دخلت الشمس على 7 جنيه حاجه و40، وبعتها 6 جنيه 80. دي اكتر تريده خسرت فيها، رغم ان انا بايع نص الكميه 27. هي شغاله 7 صح وحاجه. يعني انا بحاول ان انا اوصل لك الفكره. هنا اشتريتها 7.48، بعت بكسر القاع اللي هنا ده. لا ما كانش ده، كان القاع ده، كانت الحته دي فعلا كسر 26. بعت نص الكميه ونص الباقي ما لحقتش ابيعه لان السهم جري لتحت، والباقي بعته بكسر 6.80 خرجت. دي كانت اكتر تيرر انا شخصيا خسرت فيها. طيب تعالى شوف في المقابل. انا خدت سبيد ميديكال على 8 قروش، بعتها 15 قرش ودخلت الاكتتاب بتاعها، وخدت السهم الاصلي على 30 قرش وبعته 51، ودخلنا قرب ديري الاكتتاب بتاعه على 33 قرش بعناها 48 و56، ودخلنا الاكتتاب بتاع كوبر على 15 قرش وبعتها 26 قرش، بعنا نص الكميه 26 قرش بالنسبه للناس. وفي ناس دخلت الاكتتاب بتاعها ما باعوش حاجه، بس كسبانين على تقريبا حوالي 40% 50% في اكتتاب كوبر بس. سبيد ميديكال داخلين الحق برضو معانا الاكتتاب على 9 قروش، في ناس ما زودتش، والسهم شغال دلوقتي ب 40 قرش، يعني واقف عليهم السهم ب 29 قرش. دي بعض التريدات. طب لو المحللين الفنيين ملتزمين بارقامهم، لا هيكسبوا. لو هو ملتزم بالستوب لوس والكلام ده كله. بس في بعض المشاعر بتخش في يعني القلعه دي فرمتني بصراحه. انا عملت كذا تريده في القلعه خسرت فيها. يعني هو في حد ما بيخسرش؟ انت لازم تعترف تشوف انت غلطت ليه عشان تعوض غلطك، ما تغلطوش تاني. انا بغلط تاني اروح احاول ان انا اقيم نفسي. يعني الكلام ده كله بحاول ان انا يعني اعمله مع، وبقول الكلام ده معايا لان في بعض الريكوردات ببعتها للعملاء، مش ببعتها للعملاء، ببعتها لنفسي قبل ما ابعتها للعملاء. يعني لحد دلوقتي في ناس عشان مش عايز مش عايز اوضح الكلام. يعني ابن سينا دي في الحته اللي هو شغال فيها دي، الورقه دي هتجنني بصراحه. طب هو هيكسر ولا مش هيكسر؟ عمال اشتغل في ورقه تريد في قرشين، في قرشين ليه؟ لان انا على الفريم الاسبوعي الورقه برضه عملنا فيها كام تريده كويسه، بس جينا فوق هنا بعد اختراق ال 42 دخلنا، ف 42 دي معانا سهم 42، فعملنا تريدات لحد ما نزلت الورقه لحد 2 جنيه 22 قرش، شغال تريدات فيها في قرشين، رغم ان المفروض ده كسر القاعده اخرج ما التزمتش. بص انا بقول لك ايه، القاع اللي هنا يتكسر ده المفروض على الفريم اليومي، خلاص الورقه هتصحح بيك على الفريم اليومي، ما التزمتش بالستوب لوس ده. طب الورقه لو كسرت 2.5 هنا لازم تلتزم ليه؟ لان كسر 2.5 دي مصيبه سودة في ابن سينا خلاص. يعني فاكرين ال 196 اللي انا قلت عليها؟ لا كسر 2.5 دلوقتي خلاص وحش. طب اي ارتداد 2 جنيه 20 تريد بقى 2، تلقط 2.15 2.16
ترمي 22 اشتغل في الحته دي كده لحد ما تشوف السهم كان هيكسر 2.5 ولا لا. هو لحد دلوقتي ما كسرش خلاص، ممكن يعني ممكن يفشل او ممكن يفشل. يعني عندك مثلا سهم ايه، كان في نموذج راس وكتفين، في سهم في سهم كان في نموذج راس وكتفين وفشل. يعني هنا اهو مثلا سهم السويد بدأ يفشل اهو، عندي راس وكتفين اهو بدأ يفشل خلاص، النموذج بدأ يعني يبقى مش مظبوط. نفس الوضع ممكن يحصل في ابن سينا. هي الفكرة كلها في ايه؟ ان انت حاول تلتزم بأرقامك بس، ده نفس الوضع اللي احنا بنحاول نمشي عليه كمحللين فنيين. حتى لو بعت في سهم وطلع عليك، لو التزمت بالأرقام بتاعتك هتلاقي في الآخر النتائج بتاعتك كويسة. أنا لحد دلوقتي بحاول ألتزم بأرقامي وأقيم نفسي، دي حقيقة. مفيش حد المشاعر بتاعته ما بتضغيش عليه حتى لو مرة أو مرتين في التريدات بتاعته، مفيش. تمام. فلو مشيت أرقام هتكسب كويس جدا. يعني حتى مثلا مين أعظم، أنا عارف إن أنا بعدت عن التحليل بس اللي أنا مش هحلل حاجة تاني، بس أنا بتكلم كسيكولوجي شوية. آه مين اللي هو الشخص اللي أحسن مضارب في تاريخ البورصة؟ هو عندك جيسي ليفرمور. الراجل ده فلس أكتر من مرة، فلس اكتر من مره، ومات فقير، رغم ان هو كان هو وست اشخاص. في يعني كانوا بيقول لك ان هو ست اشخاص معاهم فلوس قد الاحتياط، قد فلوس الولايات المتحده كلها. انت متخيل؟ قد الخزانه. يعني لو الخزانه بتاعت الولايات المتحده تريليون، هم كان معاهم تريليون دولار. متخيل واحد معاه حجم فلوس زي دي فلس واشتغل تاني وكسب وبعدها فلس؟ يعني فاهمين؟ فالفكرة ان انت طالما التزمت مش هتخسر، لا انت لازم تتقبل الخسارة، وقبل ما تخش سهم شوف انت هتخسر فيه قد ايه. قابل الخسارة خش، مش قابل الخسارة ما تدخلش. هو انت داخل يعني، انت لو حاولت ان انت تركز ان انت داخل السهم عشان تخسر، نفسيتك هترتاح. يعني انا داخل السهم على جنيه، هخسر على كام؟ 95 قرش بس، خلاص نفسيتك هترتاح جدا. خلاص انا كده 5 قروش حتى لو بعت نفسيتي مرتاحة، لان انا داخل مهيأ نفسي ان انا هخسر. انا اسف ان انا طولت، بس بالتوفيق لينا وليكم إن شاء الله. وأي حد محتاج حاجة تحت أمركم، هتلاقيه تحت الفيديو. يعني محدش يتضايق بس من كلامي ده، وممكن حد يهاجمني ولا حاجة. أنا يا جماعة بحاول فعلا ألتزم بالأرقام اللي أنا بقى. يعني أنا لو شفت سهم على الشاشة وما فتحتوش على الشارت يعني مش هعرف أشتغل، هفضل رايح جاي مع السهم حقيقي. يعني اليوم اللي انا الاشتراك بتاعي مثلا في تريدنج فيو، يعني انا مشترك في تريدنج فيو، الاسعار تبقى لحظيه ب 25 دولار في الشهر. لو جيت في يوم مثلا في مشكله في الكريدت او حاجه ان انا ما اعرفش اشترك، ما بشتغلش اليوم ده، بقول يا جماعه انا مش شغال النهارده عشان الشارت عندي متاخره ربع ساعه، مش هعرف، ما عنديش حاجه ارجع ليها. تمام. يلا بالتوفيق، مع السلامه.